صباحكم فل، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عايزين نعمل بقى ان شاء الله باذن الله شويه رواق كده بقى حلوين. هنعمل النهارده مع بعضينا، ومعانا ام مروان اختي هتيجي دلوقتي. هنعمل شويه رقاق ناشفين وشويه رقاق ترابي. المقادير ابسط ما تتخيلوا، باقل شويه دقيقه تعمل رقاق. احنا رحنا سالنا على الرقاق، هتلاقي الاسعار غريبه، انا معرفش ليه، ما فيهوش اي افتكاسات يعني. دقيق ايا كان اي نوع دقيق انت عايزه، دقيق قمح ماشي، دقيق فينو ماشي، مش اي حاجه. الرقاق الطري هنحط له زبادي او لبن او شرش بتاع جبنه ونعدنا يعني. الرقاق الناشف بقى ما فيهوش بقى اي حاجه، هو دقيق وميه مش غيره. احنا هنعجن الاول الرقاق الطري وبعد كده الرقاق الناشف، عشان الرقاق الطري هنعمل على عين البوتاجاز، انما الرقاق الناشف هنعمل في الفرن. الدبس الاحمر عشان بطلعهم. هتبدا بالطري يعني ملوش مقدار معين من الزبادي او مقدار معين من الشرش او مقدار معين من الرايب. في ناس بتحط له على فكره زبده، بس بصراحه انا يعني المفروض ان ده احنا كده كده تلاقي عاجبه اكتر من اللحم. وبينك صغير مره في اليوم نبقى تنزل. ده حاجه مقدسه بالنسبه لنا طبعا. لا حاجه مقدسه يا خال. هي عن خال. هو انت الجو الدنيا شتت قوي كده، واساسا مش داخله في صوابع. داخل. يعني هي حلوه بالنسبه بقى صبعك ايه؟ قولي يا قلب خالد، ولا عايزه ايه؟ فين الشطة؟ الشطه السماعة. السماعه كانت هنا، كانت مع الوالده لا هيرخموا عليها وياخدوها، تاخدهاش من ياسين وهم كانت مع ياسين. بيقولوا احنا هناكل. كده احنا حطينا الدقيق وسنة الملح وهنحط السكر. يا اخويا عشان كده كانت بتنزل. انا اقول برضو الدقيق بتاعته كان بحللها تقيلة. ايوه عارفة ليه؟ بتيجي اللي هي ناشفة يعني. لا مش هي زبط. لا. هي بالدم كبه زي هنحط كل 4 على بعضهم وكل 5 على بعضهم، عشان بس نعرف نسلكهم من بعض حلو. كده توصل. انا عارفه. يلا يا جماعه، ما احنا على العيد بقى، يلا مش هندخل. يلا نلعب اللعب بعد المسدس. ده الرقاق الطري. الناس اللي لسه بتحبي ده رقاق طري. ولا بدا. بس احنا بقى بنعمل الطريقه ينفع معاكم بالله، وينفع معاكم رقاق، وينفع معاكم كل حاجه. طب الساعة ما لما تبقى بقى. وكده عملناهم 7 طبقات فوق بعض، ما بين كل طبقه وطبقه دهنة زيت ورشه زيت. ثواني يا بنات، احنا حطينا كل طبقه على بعضها. نطبق نص بالراحه. بص احنا كده. لا ينحرق. لما نجيب كل الأطباق. اما هنا بقى يا حبايب قلبي، كنت خلاص بدأنا شغل بقى بالرق الطري، ما بين كل طبقة وطبقة دهنة زيت ورشة دقيق او رشة نشا طبعا زي ما انتوا عايزين. بعد انا طبعا عملت الكمية كلها يا جماعة، ما عملتش واحدة بواحدة، انا عملت كل الكمية الرق اللي عندي 7 ورجعت بقى قلت بقى اقوم بقى طيبهم بقى على بعض مرة واحدة، عشان مش حدش بيعرف من اخواتي طيب غير العبد لله يعني. المهم بنقعد ندور بقى كده في الصينية، ونريح جاي رايح جاي وجاي رايح جاي رايح، ومرة فوق ومرة تحت، لان انا هقلبه دلوقتي بتاع قلبتين 3 كده. طبعا انت بتبقى حذرة وانت بتقلبيه، لان هو بيبقى سخن جدا، بس طبعا عشان خلاص ايدي ولفت يعني عليه وكده.
طبعا هنا بقى انا حددته بالغطا بتاع الحله زي ما انتوا شايفينها اللي جنبيه دي، والشويه اللي فضلوا على جنب دول ما نرميهمش، خساره اوعى ترمي حاجه، الايام غاليه يا قلبي، وما تقعديش مش عشان نوفر بقى كام جنيه نبهدل كام جنيه، ما ينفعش. المهم الشويه اللي فاضلين دول بلمهم بقى على اخر الجلاش، شويه ورا شويه ورا شويه، واروح مدخلاهم بقى الفرن. شايفين النعمه بتاعتها جميله ازاي، واروح بقى مدخلاهم الفرن في اخر الرقاق ينشفوا كده ويحرمشوا كده ويحلو، وتنزلي بقى عليهم بقى بشويه لبن حلوين كده سخنين، وعليهم شويه السكر مظبطين، يا سكر انت يا معسل، ايوه حلو اللايك اللي انت حطيته دلوقتي. ويا سلام بقى لو تعملوا كومنت لاختك كده تشجعني فيه. زي ما انتم شايفين ورقه قد ايه طريه. المهم بنعمل بقى شويه الحبشتكنات اللي احنا بنطلعهم على جنب دول زي ما قلت لكم كده، نحمصهم نحط عليهم لبن وشويه سكر بقى عسل يا معسله، وشويه بتاع ده مكسرات لو عندك، وشويه قشطه كده من فوق بقى، وتدخليهم الفرن يطلع معاكي احلى طاجن ام علي تاكليه من ايد زوزة. او بدلع نفسي يا جماعه، ملناش حق ندلع نفسنا يا جدعان. المهم انا بفضل اعمل الكميه دي بقى لحد ما بخلص كل كميه الرق الطري، وبعد ما بنخلص ندخل على الناشف. كده دخلت على الناشف عشان صرختي جت في الناشف ما جاتش في الطري، ما جاتش في الرق الطري، جت في الرق الناشف. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اخواتي بصراحه مجدعين معايا يعني. بس عامه يعني يا جماعه انا الرق كله مش عامله ليا يعني، انا بعمل بقى بنعمل بقى كميه انا واختي عبير، انا واختي ساره كده يعني زي ما نكون. المهم زي ما انتم شايفين كده ده كان يوم عندنا فيه شويه طلبات كتار كده، جم بقى بصراحه يا رب عقبال ما اقفلهم كده في كل حاجه حلوه ليهم. وطبعا انا ايه زي ما بعمل لنفسي بنعمل بقى مع بعضنا هنا كلنا مع بعضنا يعني. انا بقى في الوقت ده هما كانوا بيبططوا لي وانا كنت قاعده قدام الفرن، يبطط اهو بص يبطط وانا اطلع، يبطط وانا اطلع، يبطط وانا شغاله بقى كده الحمد لله رب العالمين. لو وصلت بقى لحد هنا وزه تستخسرش عليا لايك شات رواق، والله عدمونا العافيه كلنا اشتغلنا عليهم، ما بصراحه ربنا حلوين في لمتهم. وفي اخر اليوم بقى كان عندنا كده الرواق الناشف والرواق الطري، ولا الدكان ولا غيره. مع السلامه يا قمر.